نيرفانا، هو احنا عرفنا ازاي النطق المصريين القدماء من خلال الدراسة؟ هل احنا حاليا بنتكلم مصري قديم ولا بنتكلم ايه؟ احنا بنتكلم عربي يا نيرفانا. بصوا يا جماعة، احنا عندنا في اللغة المصرية القديمة 4 خطوط. اخر خط ليها وهو الخط القبطي. الخط القبطي ده عبارة عن ايه؟ ان المصريين قبل دخول المسيحية، الكلام ده من دخول البطالمة ذات نفسهم، يعني القرن الثالث قبل الميلاد، ظهر عندنا آخر خط في اللغة المصرية القديمة وهو الخط القبطي، اللي المصريين القدماء استخدموا فيها الحروف اليوناني وضافوا عليها 7 حروف مصري علشان يقدروا يتكلموا بالنطق المصري. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم لأن اليونان ما عندهمش حرف الشين، اليونان ما عندهمش حرف العين، احنا عندنا حروف صعبة، فلازم نضيف كذا حرف زيادة عن الحروف اليوناني علشان نعرف ننطق ايه باللسان المصري. تعالوا اوريكم انهي حروف دي. الحروف دي من ضمنها حرف اسمه تش. طب ليه تش؟ لان المصري القديم عنده حبيبتش، عنده تش في الاخر، فتش دي اتنقلت من اللسان المصري راحت للسان القبطي. تش، اليونان ما عندهمش تش فاخترعوا الحرف ده تش. طيب الشين، اخترعوا الحرف ده شين وضافوه، فبالتالي انت لو جبت واحد يوناني دلوقتي وخليتوه يقرا الكلام ده مش هيفهمه، كانك بالظبط جبت واحد امريكي وخليته يقرا فرانكو ارب اللي الولاد دلوقتي بيكتبوا بيه، مش هيعرف. يعني ازيك عامل ايه، هيعرف يقرا الكلام ده؟ مش هيعرف، فمش هيفهم. نفس الحكايه، هو ايه، احنا بنتعامل مع العصر. طيب احنا دلوقتي بنتكلم ايه يا نيرفانا؟ احنا بنتكلم قبطي. اه والله، بصوا، بيرتجف، مدشوش، قلة، الكشك، الكباب، بتلقم، محلسة، مهروشة، مشفية، سك، بتهته، فرش، خيالة. كلمة شهل هتقولي أصلها العربي، هتقولي الجذر بتاعها في العربي، بتهته، فرش، كل ده كلام قبطي. تعالى اوريكم كلام تاني. هلفوت، هجاص، رغي، ترللي، فتك، مشلفطة، خرشمة، خن، هلهلي، الايه، لايمني، متلكش، يلملم، سقسق، بيش، بتسرسب وفركشها، الشبشب، هشمه، هايف، حتف، الحمش، هس، هكع، حمرق، مجعلص، غلوش. كل ده كلام ايه؟ كلام قبطي. يعني ده ليه اصل في الحضارة المصرية القديمة وفي اللغة المصرية القديمة، ومتاخدة من كذا كلمة في الحضارة المصرية القديمة. في كلمات تاني كتيرة. انا بقى اتحدى اي واحد يجيب لي جذر او اصل الكلام ده من اللغة العربية. فبالتالي انتوا بعد ما عرفتوا الكلمات دي كلها تقدروا تقولوا لي دلوقتي انتوا بتتكلموا مصري ولا بتتكلموا عربي ولا بتتكلموا يوناني؟ شوفوا انتوا بقى، انا وضحت لكم ده في كلمات تاني كتير، وهي الكلمات هي مكتوبة بالقبطي. يبقى نفهم من كده ان القبطي مش معناها مسيحي، معناها مصري، وان احنا ما زلنا محتفظين بلساننا المصري القديم.